الطريقة السحرية للخروج من الكومفورت زون 4 خطوات. أولهم حدد إيه هي الكومفورت زون بتاعتك. والكومفورت زون هي منطقة الراحة، الأمان، الأنتخ. ممكن منطقة راحتك تبقى شغل بقالك فيه 15 سنة ومأنتخ ومسيطر ومش قادر تسيب. ممكن يكون مجموعة صحاب مطمنينك إن أنت برنس ومش محتاج تطور أي حاجة في نفسك. ممكن يكون مجرد الأنتخة والقعدة على الكنبة في البيت. فلازم تحدد إيه الكومفورت زون بتاعتك. حددت، الخطوة اللي بعدها رقم 2، اعمل حاجات جديدة كل فترة. يعني ابتدي دخل حاجات تغير لك الروتين، انزل اماكن جديدة، اتعرف على ناس، خد كورس، اتعلم حاجة. كل ده هيساعدك تفهم عقلك ان في دنيا تانية شغالة غير اللي انت متعود عليها. تالت حاجة، استثمر في تطوير نفسك. طول ما انت في الكومفورت زون انت حاسس ان انت تمام، بس تصدق ان انت لو طلع عندك موهبة في حاجة او في بريق من الشغف في اخر الطريق هتتبسط اكتر. وده مش هيحصل غير لما تستثمر في نفسك، تطور موهبة تانية عندك، تشتغل على مشروع صغير كده. لو استثمرت في نفسك وما كسلتش هتكتشف ان في حاجات بتبسط اكتر من منطقة الراحة. رقم 4، حط لنفسك اهداف. هو ما تبقاش ماشي كده في ملكوت الله بتقول يا رب وخلاص. لازم يبقى عندك هدف تسعى ليه. لازم تقول انا نفسي اوصل لكذا وبالتالي تسعى له. طول ما انت ما عندكش اي هدف وماشي كده رد فعل ليومك، عمرك ما هتتطور ولا هتدوق لذة النجاح. الكلام ده من كتاب Who Moved My Cheese. قولوا لي ايه الكومفورت زون بتاعتكم.